كلنا أول ما نصحى بنمد إيدينا مش على المية لكن على الموبايل، نفتح الإشعارات، نطمن مين شاف مين كتب ومين اختفى، نبص على الشاشة الصغيرة اللي بقت عالمنا الكبير. بس السؤال اللي لازم نسأله بصدق، هل إحنا بنستخدم السوشيال ميديا ولا هي اللي بقت بتستخدمنا؟ هل إحنا اللي ماسكين الموبايل ولا هو اللي ماسكنا؟ العالم ده بدأ بفكرة بسيطة، نتواصل، نتكلم، نشارك صورنا، نحس إننا قريبين من بعض. بس بمرور الوقت التواصل بقى مش كفاية، بقينا بندور على عدد اللايكات، المشاهدات والمتابعين، كأن قيمتنا اتحولت لأرقام. وعلميا الموضوع ليه تفسير واضح جدا. لما بتفتح تطبيق زي انستجرام أو تيك توك أو فيسبوك، الدماغ بيفرز مادة اسمها الدوبامين، ودي المسؤولة عن الإحساس بالمكافأة والسعادة. يعني كل لايك أو إشعار بيعمل دفعة صغيرة من السعادة، بس مع الوقت الجسم بيطلب أكتر، وده اللي بيحول العادة لإدمان. زي أي إدمان تاني، مش لازم تكون مادة أو مخدر، ممكن يكون إحساس إنك متشاف، محبوب أو مهم. وده اللي بيخلي بعض الناس تحس إنها مش موجودة لما مش بتنشر حاجة أو لما محدش بيتفاعل معاها. المشكلة إن السوشيال ميديا مش بتديك الحقيقة، بتديك نسخة من الحقيقة. ناس بتضحك لكن مش مبسوطة، ناس بتسافر لكن مش مرتاحة، وناس بتبان ناجحة بس جواها فاضية. الدماغ مش بيفرق بين الحقيقة والتمثيل، فبيصدق إن الكل أحسن منك وإنك دايما ورا. وده السبب إن دراسات كتير ربطت الإفراط في السوشيال ميديا بزيادة معدلات القلق والاكتئاب والعزلة. بس خليني أقولك حاجة مهمة، مش لازم نكره السوشيال ميديا. السر مش إنك توقفها، السر إنك تتحكمي فيها بدل ما تتحكم فيكي. خليها أداة مش عادة، استخدميها للتعلم، للإلهام، للتواصل الحقيقي مش للمقارنة. لما تحسي إنك بتفتحي الموبايل من غير سبب، اسألي نفسك أنا بهرب من إيه؟ في قاعدة جميلة اسمها الوعي قبل الفعل. يعني قبل ما تفتحي أي تطبيق اسألي نفسك ليه دلوقتي؟ لو عندك سبب واضح كملي، لو مفيش سيبي الموبايل وخدي نفسك. اعملي حاجة حقيقية، اقري، اكتبي، أو حتى اسكتي. السكوت الحقيقي أوقات بيعمل فينا اللي السوشيال ميديا عمرها ما تقدر تعمله، بيخلينا نسمع نفسنا. السوشيال ميديا مش شر ولا خير مطلق، هي مراية بتعكس اللي جوانا. لو دخلتيها وانتي فاضية هتفضيكي أكتر، ولو دخلتيها وانتي مليانة بحلم وهدف هتساعدك توصليله أسرع. الفرق كله في انتي مين وانتي بتستخدميها ليه. خلي السوشيال ميديا وسيلة توصلك مش دوامة تبلعك. خلي وقتك الحقيقي أغلى من الشاشة، وافتكري اللايك بيمشي بس اللحظة الحقيقية بتفضل.